ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا نخش بينا على طول على الفيديو كده ونتكلم واحنا جوه الفيديو. رايحه فين كده ايمان؟ على الصبح كنت نازله اشتري شويه حاجات، وكان في ورايا حاجه في مكان حكومي، يعني اجراءات وكده، كنت رايحه اخلصها، فالحمد لله يعني تمت على خير. فروحت خلصت الحاجه وخدت امينه معايا ورحنا زي ما شفتوا كده. وامينه كانت بتسلم عليكم وترقص لكم على السلم كده، حته قصع يمين وقصع شمال والحاجات الحلوه دي. المهم واحنا راجعين كانت معديه قدام المطعم، عجبني ريحه الطعميه جدا 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 فوق مما تتخيلوا. رحت قايله يلا بقى هضحي. والله ضحيت وما بخلتش ولا على نفسي ولا على البيت. جبت طعميه وجبت عيش وجبت جرجير، وطلعت قطعت طماطم وعملت السندوتشات القمر القنبله اللي بتريحني دي. خلصت السندوتشات الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا وامينه وفطرنا على خير، طعميه وجرجير وقوطه وحاجه زي الفل. عملت لي كوبايه القهوه القمر دي عشان تظبط مزاجي ودماغي، وقلت يلا بقى يا بنتي امان على ايه؟ على الشقه والحاجه اللي وراكي تعمليها النهارده. يوم ايه جامد جدا وروتين حلو قوي قوي وفيديو جميل وسريع. دخلنا على المواعين على طول، تك 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 تك، حبه صابون وحبه ميه وحبه رغاوي وحبه نشاطه وحبه حيويه، ويلا بينا نخلص اللي ورانا كلنا. صلي على النبي، لو انت لسه ما صليتيش على النبي لغايه دلوقتي اذكري الله، ودوسي لايك ودوسي على فيديو واكتبي تعليق حلو قوي، واكتبي دعوه حلوه وليكم الناس اللي فيها يا رب ان شاء الله. واستنى تعليقاتكم، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو ليكي ولحبايبك كل اصحابك اللي بيحبوا الفيديوهات من النوع ده. تمام. غسلت بايه يا امان؟ غسلت فيبا بلس اللي انا قلت لكم عليه المره اللي فاتت في الفيديو بتاع المشتريات. واللي لسه ما شافش الفيديو هحطه لك في اول تعليق مثبت اللينك بتاعه، وان شاء الله خشوا فيه هيعجبك جدا 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 جدا. فيديو فيه شويه افكار حلوه جدا وشويه طرق ازاي تعرفي تظبطي بيتك وتظبطي من ناحيه الاكل والشرب كميزانيه، وتدبري وتوفري وتجيبي كل حاجه وما تحرميش بيتك، وميزانيه ما فيهاش اي حرمان. حلو جدا، وشويه مشتريات حلوين قوي كده ويشجعوكي، وربنا يرزقنا ويرزقك يا رب، ويفرح قلوبكم ويفرح قلوبنا ان شاء الله. المهم طبعا انا عارفه ان كلنا بنحب فقره الرغاوي والقمر الحلوه الجميله دي، كلها فيها شويه حيويه ونشاط وبتخليكي من جواكي كده، يعني في طاقه كده ايجابيه لما بشوف حد بيغسل مواعين. وهعمل لكم بقى الريمكس. قولوا لي ايه رايكم ان انا بفكر اعمل لكم الريمكسات بتاعه فيديوهات الاجانب بتاعه المواعين والتنظيف والغسيل والرغاوي والحاجات دي كلها. قولوا لي لو عجباكم الفكره دي هعملها لكم على طول، وقولوا لي رايكم فيها ايه. ماشي؟ لسه ما دوستيش لايك، لا هزعل والله، هزعل جدا جدا. وامينه قاعده جنبي هتزعل هي كمان. هتزعلي يا امينه؟ بتقول لكم هتزعل. تمام. لا يا ماما بقى، لما هتعمل الاول. لا بس استني انا بنسجل دلوقتي. ماما المهم عرفنا نسيطر الحمد لله على امينه بعد ما قعدت ترغي حبه شويه، وكملنا تسجيل الحمد لله. المهم قولوا لي ايه اخباركم في الحاجات اللي فيها علاقه بالروتين والتنظيف وكده. ان شاء الله الفتره الجايه انا هطلع معاكم كام فيديو كده هطلعهم بنفسي، نقعد ننظم فيهم الدنيا بالورقه والقلم ان شاء الله. بس والله العظيم انا عارفه ان انا بقى اي فتره بقول لكم هطلع معاكم لايف وهطلع معاكم نتكلم مع بعض، بس والله انا فعلا مواعيد اليوم عندي كلها غصب عني، مش بفضل نهائي ان انا اعرف اقعد اتكلم معاكم. والله اليوم بجد بيطير حرفيا، من ترويق لاكل لشرب لتصوير لروتين لنزول لطلوع لاحتياجات. ربنا يعيننا كلنا على كل حاجه معانا. وعايزه بقى اقول لكل الامهات وكل المسؤولين على اللي عندهم طلبه، عندهم اولاد في سن دراسه دلوقتي، ربنا يعينكم كلكم بجد. انا يعني بدعي لكم من كل قلبي، ربنا يوفقكم يا رب، ويوفق لكم ولادكم وتفرحوا بيهم، ويا رب يا رب يا رب يا رب تلاقوا ثمرة تعبكم في الفترة اللي فاتت دي كلها على مدى السنة كلها، تلاقوها في النتيجة بتاعتهم ان شاء الله. وربنا ييسر لهم كل صعب وينجحهم ويوقف لهم ولاد الحلال. ودي احلى دعوة كانت امي تدعيها لي وانا رايحة الامتحانات، ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي يا رب. تقولي روحي ربنا يوفقك ويكرمك وييسر لك الصعب ويوقف لك ولاد الحلال يا رب ان شاء الله. تلاقي ولادكم انتوا كمان ربنا ييسر لهم الصعب ويوقف لهم ولاد الحلال يا رب، وينجحهم ويفرحكم بيهم يا رب يا رب يا رب يا رب. تمام. ان شاء الله ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات بقى ان ولادكم نجحوا بمجاميع كويسه باذن الله، وربنا يفرحكم بيهم يا رب. ماشي؟ يلا صلي على النبي يا ربنا يديك احسنات كتير قوي، سيدنا محمد يشفع لك في الاخره. صلي على النبي. اذكروا الله. احب اقول لكم بقى
انا ان شاء الله من بكره باذن الله عندي دراسه. انتوا عارفين انا مدربه، فباخد لها التدريب دي. لازم كل فتره بناخد دراسه عشان بنثقف نفسنا اكتر، بنعلي من مستوانا التدريبي اكتر، بنعلي من مستوانا المهني اكتر. يعني هي شويه كوكتيل كده ليه علاقه شويه بالتدريب اكتر. فلما ان شاء الله ربنا يقدرني ويأذن باذن الله بتوفيق ربنا ان انا اعرف اقعد معاكم واتكلم معاكم بفضفضه اكتر، ان شاء الله هعمل كده. فعايزاكم بقى تدعوا لي في التعليقات كده دعوه حلوه ان ربنا يقدرني ويعديني من الدراسه دي على خير ويوفقني فيها وانجح فيها يا رب ان شاء الله على خير، واستلم شهادتي على خير. وان شاء الله هصور لكم مقتطفات برضو من الدراسه على قد ما اقدر ان شاء الله. وربنا كريم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله بتوفيق ربنا اقدر اعمل حاجه فيها كويسه، وربنا يكرم ان شاء الله، واللي جاي كله يبقى فيه خير لينا وليكوا يا رب. قولي لي بقى يا ست البيت يا حلوه يا جميله يا نظيفه يا قمر، انتي بتصحي الصبح تعملي روتين يومك ازاي؟ انا هقول لك على روتين سريع وبسيط كده تعمليه في 5 دقايق في ساعه بالظبط تكوني مخلصه كل اللي وراك ان شاء الله. اهم حاجه الصحيان بدري، يعني على الاقل مش هعرف اصحى الساعه 8 9 الصبح الساعه 7 الصبح، خلاص يا ست الكل حاولي تصحي على الاقل مش قبل الساعة 10 مش بعد الساعة 10، يعني الظهر ما يدنش عليكي وانت لسه على السرير. حاولي تصحي الساعة 10 10 ونص، خشي على الحمام، اعملي روتين وشك الأول، غسول، تنظيف بشرة، حطي كريم، ظبطي حالك، ما تنسيش تسرحي شعرك ودي أهم حاجة، حطي برفان، غيري هدوم النوم، لازم تغيري تريننج أو بيجامة أو أيا كان اللي انت نايمه بيه، لازم تصحي الصبح تغيريه. على فكره الطاقه السلبيه بتبقى في الهدوم اللي احنا نايمين فيها وبتدي كسل غير طبيعي. غيري هدومك، البسي هدوم جديده من الدولاب، حطي برفان، ارفعي شعرك لفوق كده كله على بعضه بشكل حلو كده، سرحيه وهندميه، ارفعي كله، حطي كحل والله لحد ما يحصل اي حاجه خالص، حطي تنت زي الفل زي القمر كده، خرجي صلي ركعتين تمام قبل ما تخرجي. الكلام ده كله بيحصل في الحمام. قبل ما تخرجي بقى من التويلت اعزكم الله خشي على اغسلي حوض، اغسلي بانيو، اغسلي تويلت. طبعا البانيو مش لازم كل يوم يتغسل، اغسلي التويلت القاعده طبعا والحوض والارض دول يوميا بيتغسلوا الصبح. ظبطيهم، ظبطتي حالك، خرجتي غيرتي هدومك، حطيتي كحل، حطيتي تنت، حطيتي كريم، ظبطتي حالك، حطيتي برفان، غيرتي هدومك، اخرجي صلي ركعتين، اقري اي سوره قرانيه صغيره كده ويحبذ تبقى سوره الواقعه لان هي بتبقى بدايه الرزق في اليوم كله. حلو. طيب بعد كده خشي بقى روقي كل سرايرك، افتحي شبابيك الشقه كلها. اول حاجه روقي كل السراير، الملايه لو مش هتتغير يعني في احنا دخلنا خلاص فقره الصيف، يعني في الاسبوع لا يقل عن 2 و3 بتغيري الملايه. حلو. طيب انت لو مش هتغيري الملايه في اليوم دوت يبقى انت بالنسبه لك روقي كل السراير مره واحده، تشدي الملايات، تنفضي، تشيلي الملايات تفرشيها من اول وجديد وتنفضي الدنيا كلها، فتحي شبابيك الشقه تهويها مع بعض. بصوا هقول لكم بس هنا وارجع اكمل لكم تاني. بصوا يا ستي انا هنا كنت جبت ايه لما نزلت وانا بجيب وانا راجعه من المشوار اللي انا كنت فيه، جبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حوالي 9 كيلو طماطم تقريبا او 9 كيلو ونص، لا يا ربي 10 كيلو لان انا جبت في 6 كانوا في شنطه لوحدهم و3 في شنطه لوحدهم. حلو انا فضيتهم معاكم ما كانش عندي، فوجئت كده جدا ان انا ما لقيتش عندي صلصه اصلا في الفريزر خالص 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 خالص. فرحت قلت بقى خلاص وانا نازله لما انزل ان شاء الله، الكلام ده كان قبليها بيوم او بيومين، جيت اعمل اكل كنت بعمل باميه ساعتها وما لقيتش صلصه فعملتها بصلصه البرطمانات تمام. فرحت جايباها نضفتها وعملتها ورحت عامله لي بالظبط حوالي 10 اكياس زي الفل. حلو جدا الكيس يعمل لي طبخه ومرتاحه جدا. حلو. جوزي بقى ربنا يبارك له كلمني وقال لي ما تعمليش اكل النهارده، انا النهارده هجيب لك الفسيخ الرنجه اللي انت كنت عايزاها جدا. هو طبعا جوزي ولا بياكل رنجه ولا فسيخ، هو بيجيب لنفسه تونه. حلو. انا كان عندي علبه تونه ليه، هو كان نسي ان في علبه تونه في البيت فجاب علبه تونه تانية، فالنوعين مختلفين عشان كده تمام. دي حاجه. والحاجه التانية بقى هو ما بيحبش الفسيخ والرنجه اساسا، هو بياكل تونه بس، فهو مستحيل يكون فيه فسيخ في القعده اللي هو قاعدها. يعني كويس ان هو مشكورا هاكل الرنجه قدامه يعني، فجاب لي رنجه. فانا قلت طبعا لازم اظبطه وهيئه طبعا، ما انا مش هحط له التونه كده وخلاص. الراجل عمل معايا واجب وجاب لي الرنجه اللي انا نفسي فيها تمام. فرحت عملت له سلطه التونه حلوه جدا. جبت بصلايه صغيره قطعتها مكعبات صغيره وقرنين فلفل
بصي هو انا الطبيعي جوزي بيحب الفلفل الحاجه سبايسي شويه، بس عشان خاطر امينه ممكن تاكل معاه، فاحنا بنخاف ان هي تاكل حاجه سبايسي شويه، فاحنا بنأمن اكتر ان احنا نخلي الحاجه نورمال جدا، ولو عايز هو يزود شطه بره او حاجه بيحطها لبره لوحدها. تمام. فعملنا الطبق الحلو ده، قطعت طماطمايه وبصلايه وقرنين فلفل والحلو وعصرت ليمونه. تمام. ورحت فاتحه علبتين التونه، هي واحده فيهم كانت مفتته وواحده كانت قطع. تمام. زي ما قلت لكم ان كان في واحده في البيت اصلا، هو نسي ان في تونه في البيت فجاب علبه تونه تانية، وعشان كده النوعين مختلفين اسمه ايه ده، ان هي واحده من جوه قطع وواحده مفتته، فانا قلت يلا هعمل الاثنين وياكلوا بالهنا والشفا اللي هياكلوه، واللي هيتبقى هحطه في علبه في الثلاجه، مش هيخسر خالص، تاني يوم او تالت يوم في اي وقت هيطلع ولادك ياكلوه. اوعوا ترموا اكل، اوعوا تهدروا في الاكل مهما كان. تمام. اي حاجه تتبقى شيليها في طبق، لو مش هتاكليها حطيها في اي علب بلاستيك اللي هي زي بتاعت الجبن الرومي واللانشون والحاجات دي، واديها لاي حد عامل، حطيها في الشارع على اي جنب للحيوانات ياكلوها، كل ده ربنا هيحطه في ميزان حسناتك. تمام. طيب طبعا امينه قاعده معايا دلوقتي شايفه الاكل اللي هو بيتنضف قدام منها، الرنجه والسمك والحاجه، فهي قاعد فجاه فهي عايزه تاكل دلوقتي. انا احب اقول لكم ان انا بسجل لكم الفيديو ده الساعه 2 بالليل وامينه قاعده على رجلي مش عايزه تنام، فحاجه زي الفل جدا. ما علينا يعني، ربنا يعيننا ويعينكم يا رب. المهم بصوا الرنجه بقى، مع ان جوزي ما بيحبش ياكل الرنجه، بس هو عليه كميه يعني عليه طريقه في تنقيه الرنجه جباره جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تمام. بيجيب رنجه حلوه قوي وملحها حلوه قوي وبتبقى لحمها حلو جدا 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 جدا، وكمان ما شاء الله بيجيبها مبطرخه وحلوه قوي. تمام. طيب شكرا يا لولي. بس فهو دلوقتي انا بنضف الرنجه بالمنظر ده معاكم. انا بحب انضفها كده، المقص دوت مقص للمطبخ، بخليه للاسماك، انا عندي مقصات يعني كذا مقص. حاولوا تعملوا كده كمان، والطريقه دي في الرنجه نضفوها هتعجبكم جدا بالطريقه دي، وتقديمها بالطريقه دي سهله وحلوه وجميله وما بتوسخلكيش ايدك وانت بتاكلي، ولا اي حد بيبهدل الدنيا ولا بتزفر الدنيا ولا حد يضطر يمسك حته يقطعها ولا اي حاجه. بنقطعها يعني بنضفها كويس قوي من الشوك، ما بخليش فيها شوك خالص، وبقطعها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بقسم القطعه شريحتين بالطول وبقطعها مربعات صغيره كده بالشكل ده، ونزلت معاهم. هي ما شاء الله كان فيها 4 فصوص من البطاريخ، قطعت فص معاهم واحد بس مكعبات، والثلاثه التانيين سبتهم زي ما هم عشان انا بعشقهم كده في السندوتشات قوي قوي، احب احطهم كده يعني، اعمل رغيف كده في بعضه واحطها كده جواها، واحط بقى اعصر ليمونه عليها كده وبصل، وتبقى بصوا يعني حاجه كده في حته ثانيه خالص بصراحه. تمام. فانا قطعت الرنجه بالمنظر ده، واديتها بقى عصيرتين يعني عصير وليمونتين 3 4 كده، اعصري ليمون زي ما انت عايزه، لو انت بتحبيه الليمون زياده. انا عن نفسي بحب الليمون والزيت زياده جدا جدا جدا، فما شاء الله بتبقى حلوه قوي. صلي على النبي لو انت لسه ما صليتيش على النبي لغايه دلوقتي واذكري الله، يلا صلي على النبي واكتبي لايك، دوسي لايك واكتبي تعليق حلو، وربنا وادعي لي دعوه حلوه وربنا يديكي منها الخير يا رب. وحبه بصل بقى بتوع امي ومامتك كده زمان، بخل وطماطم، بخل وحبه شطه صغيرين وحبه ميه، وقمر قوي الاكله دي. بصوا منظر سلطه التونه حلوه ازاي، والله تفتح النفس. وقرن فلفل بقى كده من فوق. امينه اصلا ما بتاكلش الرنجه، ولو كانت فكرت تاكل الرنجه كنت هديها الحتت اللي هي ما فيهاش عليها شطه يعني ولا فلفل ولا حاجه. بس دي كانت منظر الغدوه بتاعتنا النهارده، واللهم لك الف حمد وشكر، كانت حلوه جدا جدا تستاهل بقكم والله العظيم. ايه رايكم في المنظر ده؟ حطيت لكم الشجرتين اهو، ايه رايكم الشجرتين الجداد؟ خلي بالكم انا هحطهم لكم وكل حاجه بعد كده الفتره الجايه هتلاقوا فيه زهريه ورد فيها، ما انا لازم افرح بالورد بتاعي الجديد ولا ايه؟ ولا ايه؟ بعد كده خلصنا عملنا كوبايتين شاي. لازم بعد الاكله المتينه اللي فيها رنجه وبصل والحاجات الكتير دي والتونه وكده، بعد اكله البصل لازم المنظر ده. حبتين خدت بقى من المحصول بتاعي النعناع، خدت منه كام ورقه نعناع كده، حطيناهم طازه فريش كده، غسلتهم وحطيتهم وشربنا كوبايتين النعناع بالمنظر القمر ده. مش قادره اقول لكم ان هم ظبطوا دماغنا وكل حاجه كانت قمر قمر قمر. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.